هاي طريقة مشان المشاوي. هاي وردة بيسموها الفخدة كاملة. هاي طبعا اذا بدكم طعمة المشاوي كتير طيبة، والتتبيلة بتتغلغل فيها كلها. وهاي بهالطريقة بيكونوا جرحناهم كلهم وقطعناهم. هلا التتبيلة بعطيكم اياها بالضبط كيف بنعملها. هلا هون وهي تتبيلة المشاوي اللي قلت لكم عليها. بدنا زيت زيتون ودبس رمان ومعلقتين لبن ومعلقة دبس رمان، معلقة كبيرة. اما بالنسبة للبهارات عندي سماق وكزبرة ناشفة، وعندي حاطة كركم وكاري مع بعض، وجوزة الطيب انا طاحنتها، وفلفل ابيض او اسود حسب الرغبة، انا حاطة الاتنين، ودبس فليفلة وبهار مشكل وكمون. وعندي هون بصل، هذا بصل الكرافس نحن بنقله بسوريا. هذا ما راح اطحنه مع البهارات، راح اتركه على جنب، وبعدين بدي احطه بقلب اللحمة هو وورق الغار، والليمونة نص ليمونة ونص بردقانة. وهون عندي 5 حبات من الثوم. هلا المكونات كلياتها راح اخلطها مع بعض، ما راح اترك بس البصل وورق الغار على جنب. هلا بخلطهم وبرجيكم الشكل النهائي كيف بيطلع عندي. اما بالنسبة للليمون والبردقان انا راح اعصرهم عصر، ما راح احطهم بقلب الخلاط كمان. وهي شكل الخلطة النهائي بعد ما طحناها كلها. قلت لكم الا الورق الغار والكرفس ما طحنته. وما بعرف انا اذا ذاكرة بالفيديو برش الليمون، فانا كنت برش ليمون كمان حطيتهم بالخليط. وهون الدجاج شوفوا قديش صار ابيض من ورا الخل. هلا رح نقعهم لتاني يوم، او فيكم تحطون شي 6 ساعات اقل شي. خلطة المشاوي هي. وحابة اقلكن شغلة، انه نحنا بنحط لكل كيلو نص معلقة، فهدول بيطلعوا شي 4 كيلو، فحاطة معلقتين صغار انا لكل كيلو بتحطوا نص معلقة من البهارات اللي ذكرت لكم اياها اول الفيديو. وهي التتبيلة عنا، شوفوا كيف تغلغلت لجوا. انا تركتها يوم كامل، وهلا بدي احطها على المنقل. عجبني. عم يشتغل.